چونکو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بشتن ماء زمزم لما شرب له. آب زمزم تو بچه بدخل إن شاء الله دي أوتش بتا چه بيتن. بروين دي قال المناوي سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحب إلى النفوس. بشتن سيد المياه أشرفها وقدرترين آفا وبترخلوا عالم كيف بيتن بوشي چونكو جبرائيل عليه السلام برای خويلده وبقي وسقيا إسماعيل عليه السلام. سحكي هندك السلف الصالح أبا عبد الله كريم مباركي هات مكة هات آب زمزم بخوره قلتي يا ربي من هاقالي بوي پیغمبر تي قلتي عليه الصلاة والسلام كماء زمزم لما شرب له أبا أزيبت خومه بو تين بو إنسان بخير تين بيتن رجع قيامته كمن تيركي وفخوره يهي فخوري بوه هندي بو تصنيفه وعلمي أبا إيكلوا كحاكم وقت فخوري أبا بخاطر هندي كبتا بو تصنيفه وعلمي فصار أحسن أهل عصري تصنيفا. ابن خزيمة وقت السؤال اللي تكرن قلت أفعل مالكيري إنويا قلت من هقول بيغمبري بوي عليه الصلاة والسلام قلت ماء زمزم لما شرب له قلت من يجفى خورفا ومن السؤال كرك خذ تعالى علمك إنه فعدة من خذ تعالى أفعل مي فايدة دومن نيته الشفاية قالك عالم هبي برين بصرمان نخوشيت خرابشيت ليبين نخوشيت ما ظنيش مقصده من نيت وطف كل شيء نبنبه يا بخور يا باب إذن خذ تعالى تشبيه بقى هي كورة شو مال خذ تعالى أو بخور يا نيته الشفاية خذ تعالى تشكل يا بقى جو إنسان هذا الشيء بخوته بقى أبا إمام الشافعي رازم ياخذ هناك بيجن مشهور الإمام الشافعي قالك يزيغ بو يسيربو بيجن أو بخور باب نيته وهندي وآب زمزم بري بصمان خارن حسابش هكا توبخوا كأن إحن برسيش نوبي بروين دي ابن عباس بيشتن كنا نسميها شباعة يعني إنسان تيرت كتن بيغمبريش عليه الصلاة والسلام بيشتن زمزم طعام طعم والشفاء سقم خارن حسابه والشفاء بو إنساني أو إنساني ينخش بيتن بروين دي عايشات بيشتن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل ماء زمزم في الأداوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وقت توتا عمره وتشتي وطبا أو زمزم تينوفا وتكرا عردادا وتينا ودا نخوشا ونخوشا داد كر هذا همو ديارتي بيت كأو زمزم أو كبيروزة وأو كمباركة بروين دي ابن القيم بيجيت لما بخو تجربة كري أو زمزم الشفايا بس إنسان بخده بيت أبا بس سببا بيشتنقلك نخوشياش خودتا على هذا الشكل ما واسطي أو زمزم